مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. عروض إقليم عنسبة تركز على المحافظة على الثقافة والتراث. جهود للاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية في حلحل. دعوة للحد من حفلات هدر الأموال. كوريا الشمالية تهدد بالرد على تدريبات عسكرية أمريكية كوريا الجنوبية. استراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر. عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات بالصين. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت لجنة تنسيق الاحتفالات بإقليم عنسبة أن العروض التي يقدمها إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا 2025 بشكل عام والرقصات التراثية بشكل خاص تركز هذا العام على المحافظة على الثقافة والتراث وتوريثها. وأوضح رئيس لجنة الرقصات والموسيقى في الإقليم الأستاذ إسماعيل محمد نور إن التراث رمز الهوية، وإنه لا يمكن أن نحافظ على الهوية الوطنية دون المحافظة على الثقافات والتراث، وإن الإقليم أجرى أبحاث وعمليات توثيق واسعة النطاق لكي تعرض في المهرجان الوطني لهذا العام. ذكر على ضرورة الاستناد على الأبحاث والوثائق خاصة عند العمل على توريثها للأجيال، حيث تتطلب دقة للتفاصيل التي تكون التراث، مضيفا أن العروض تستعرض ثقافات قوميات البلين والتجري والتجرينيا من 9 مديريات بالإقليم. وتشمل المواد التي يقدمها الإقليم عرض بالصور للثروات السياحية والأدوات المعيشية والثقافات الشفهية والمعيشة التراثية للقوميات التي تقيم في الإقليم، بالإضافة إلى مواد تجسد روح التكامل الوطني والتعايش بوئام. قال المخترعون والمصنعون إن مهرجان إريتريا السنوي يعد أرضية. وقال المخترعون إن تعد أرضية لعرض ابتكاراتهم وقدراتهم ومنتجاتهم للشعب. وأوضحوا وهم من الجدد والقدامى الذين يعرضون مجموعة متنوعة من الابتكارات والاختراعات في مهرجان إريتريا 2025 إن معظم أعمالهم تركز على التكنولوجيا والإلكترونيات والهندسة التي تحدث تأثيرا إيجابيا في حياة الشعب. وقال منسق معرض الابتكار والتصنيع المهندس لؤي الكداني لوكالة الأنباء الإريترية إن الابتكارات المعروضة تشمل آلات تعمل بالطاقة الشمسية، وموقد حنت يعمل بزيت المحركات المستعمل والقليل من الحطب، وآليات لتقشير الذرة الشامية والفول السوداني والمصري، وآلات طحن القصب والسمك للعلف الحيواني، وتطبيق موبايل للتعرف الصوتي على عملة نقفة وغيرها من الأجهزة. وأوضح المهندس لؤي إن المشاريع 33 المقدمة بموجب توجيهات اللجنة التنسيقية للمهرجان هي في الغالب مشاريع جديدة ولم يتم الإعلان عنها من قبل، ودعا الزوار إلى مشاهدتها وإبداء ملاحظات بناءة للمساعدة في التطوير. وأكد الزوار على أهمية تطوير الابتكار والاختراع من خلال التشجيع المجتمعي والحكومي. وأعرب مقدمو معرض الابتكار والاختراع من جانبهم عن استعدادهم لتقبل الملاحظات وتصحيح أي قصور. عقد سمينار تفاكري لسكان إدارة ضواحي ماي أوالد وقبي ألبو ورهي في مديرية حلحل لترسيخ الاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية. وأفاد المهنيون الصحيون بوجوب رفع الوعي الصحي للاستفادة المثلى من المؤسسات الصحية المجهزة بالمعدات الحديثة وغرف انتظار الحوامل. وقال مسؤول مكتب الصحة في مديرية حلحل الممرض صالح أبو بكر إن المؤسسات الصحية في المديرية تعمل لرفع الوعي الصحي، داعيا إدارات الضواحي للمساهمة في ذلك. ويوجد في مديرية حلحل مركز صحي و3 عيادات، بالإضافة إلى تجول الكادر الصحي في القرى النائية لتقديم الخدمات الصحية. وحول أوضاع الملاريا وضح الممرض صالح القيام بتوعية مستمرة وإصحاح البيئة. دعا رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ ولداي قبرو إلى العمل للحد من الحفلات التي تؤدي لهدر الأموال. وقال إن حفلات الأفراح والمآتم تتوسع وتتنوع باستمرار وتتسبب في هدر الأموال والوقت والطاقات، ويجب العمل المنسق لجعلها بشكل مقبول.
مشيرا إلى أن مبادرة مجلس الإقليم للحد منها لم تحقق النتائج المرجوة بسبب تدني الوعي. وذكر بصفة خاصة الحفلات الموسعة لتخرج الطلاب والتي تتطلب الوقفة، منادين المجتمع لصرف الأموال في الأشياء المفيدة والبناءة. وأشاد بمبادرة بعض القرى مناشدا رجال الدين ومؤسسات التعليم والأعيان والاتحادات الوطنية القيام بدور رائد والمجتمع للخروج بتعليمات وإجراءات للحد من الحفلات الموسعة إدراكا لأضرارها المادية. نظم سيمينار تنويري بالتنسيق بين مكاتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة والشرطة والزراعة للطلاب المشاركين في حملة التنمية الصيفية في مديرية أغردات حول تأثير التغير المناخي وفوائد التشجير. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد ياسين محمد نور إن البرنامج الوطني ضروري لخلق ثقافة العمل لدى الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي. وتضمن السيمينار محاضرات حول مكافحة الجريمة والمخالفات. من جانبه أوضح خبير تنمية النباتات السيد زلسناي تسفاي جهود وزارة الزراعة لرفع الإنتاج والإنتاجية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من المقرر أن ينفذها الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي، ووصفتها بأنها استفزاز عسكري مباشر وحذرت من رد فعل، على الرغم من مؤشرات على انحسار التوتر عبر الحدود في ظل تولي قيادة جديدة مقاليد الأمور في سيول. وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ شول إن الجيش يحمل على عاتقه مهمة أساسية وهي الدفاع عن الأمن القومي في مواجهة التدريبات واسعة النطاق والتي ستستمر 11 يوما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قال إنها تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا. وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن التدريبات السنوية ستبدأ لاختبار التحكم في القيادة وتعبئة القوات في إطار استراتيجية أمنية معززة لمواجهة التهديد المتزايد بشن حرب نووية من جانب كوريا الشمالية. وذكر الجانبان أن جزءا كبيرا من التدريبات الميدانية سيؤجل وسيجرى بشكل منفصل الشهر المقبل، وأرجع هذا إلى الأحوال الجوية. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. غير أن الاعتراف الأسترالي مشروط ويعتمد على التزامات واضحة من السلطة الفلسطينية تشمل استبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم وخطوات حقيقية نحو نزع سلاح المقاومة وإجراء انتخابات ديمقراطية والاعتراف بإسرائيل. وأكد ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم الحل القائم على الدولتين باعتباره أفضل أمل لإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة. جاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسترالي عقب سلسلة محادثات أجراها ألبانيزي مع قادة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ونيوزيلندا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إبلاغ وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وينغ لنظيرها الأمريكي ماركو روبيو بالأمر مسبقا. ارتفع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في مقاطعة غانسو الصينية إلى 13 قتيلا على الأقل و30 مفقودا بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية. وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع سريع في منسوب المياه في مناطق جبلية محيطة بمدينة لانزو، فغمرت الطرق ودمرت العديد من المنازل. ونقلت الوكالة عن مسؤول في خدمات الإنقاذ وصفه الوضع بأنه معقد بسبب الطرق الموحلة والوعرة وانقطاع شبكات الهاتف والكهرباء. وكد مركز الطوارئ في مقاطعة غانسو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة ظهر السبت. وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة ببذل أقصى جهد ممكن لإنقاذ المفقودين بحسب قناة CCTV الرسمية. أعلن وزير الداخلية التركي أن شخصا قتل و29 أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا. وقال علي اللقاية في تصريحات للصحفيين إن الضحية توفي أثناء انتشاله من تحت أنقاض مبنى من 3 طوابق يسكنه وسط مدينة ساندرجي
مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات حرجة. وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قالت إن الزلزال وقع في ولاية بالكيسير وبلغت قوته 6.1 من 10 درجات على سلم ريختر وعلى عمق 11 كيلومترا. ووفقا للمصدر نفسه فإن سكان العديد من المدن في غربي البلاد بينها اسطنبول وإزمير شعروا بزلزال بالكيسير. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. عروض إقليم عنسبة تركز على المحافظة على الثقافة والتراث. جهودنا للاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية في حلحل. دعوة للحد من الحفلات التي تهدر الأموال. كوريا الشمالية تهدد بالرد على تدريبات عسكرية أمريكية كوريا الجنوبية. أستراليا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر. عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات بالصين. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.